أقام مركز فرات للدراسات اليوم منتدى حواريا بعنوان الوحدة الكردية، سبل تعزيزها وآفاق المستقبل في حديقة آزادي بمدينة قامشلو. حضر المنتدى مثقفون وكتاب وباحثون وأدباء وصحفيون وفنانون وناشطون وممثلون عن كل الأحزاب السياسية في روجافا والإدارة الذاتية الديمقراطية وحركة المجتمع الديمقراطي ومجلس سوريا الديمقراطية. وتم مناقشة محاور عديدة أبرزها أهمية تعزيز الوحدة الكردية والبعد القومي لوثيقة مؤتمر الوحدة الكردية ودور الكرد في سوريا والخيارات الدستورية المستقبلية. وخلال المنتدى أشادت إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية بكونفرنس وحدة الموقف والصف الكردي، مؤكدة بأنه مؤشر على مستوى الوعي الوطني لدى الشعب الكردي، واصفة إياه بالخطوة التاريخية لتشكيل التحالفات. كما أشارت إلهام أحمد إلى ضرورة أن يكون للكرد دور في سوريا الجديدة، وقالت: هناك اختلافات إيديولوجية في كل المجتمعات، لكن هذا الاختلاف لم يكن يوما سببا للانقسام أو الأحادية. هذه نقطة في غاية الأهمية لتطور الشعب الكردي وبناء سوريا جديدة. واختتم المنتدى بتوزيع بطاقات الشكر على المشاركين فيه. دور الكرد بشكل عام في سوريا والخيارات الدستورية، أو فينا نسميها أغلبها قد تكون ذات مصطلحات قانونية عالمية، يعني قدر الإمكان. نأمل طبعا من خلال النقاشات والمداخلات التي حصلت، نأمل من هذه المداخلات والمناقشات أن يأتي بفائدة كثيرة للناس الغير حاضرين بهذه الندوة الموجودة في روجافا وشمال سوريا وحتى غير خارج. لانعقاد الكونفرنس الكردي الذي انعقد قبل مدة قصيرة، يعني كان له أهمية جدا كبيرة، يعني بتوحيد الرؤى والموقف الكردي حيال الحقوق الكردية في سوريا. نعلم جميعا أن سوريا وبعد سقوط نظام الاستبداد تعيش مرحلة جدا مهمة وجدا مصيرية في إعادة بناء مستقبل سوريا وفق مقاييس ومفاهيم جديدة. لذلك يعني يتطلب حل كل القضايا والأزمات العالقة في سوريا. لذلك تعتبر يعني حل القضية الكردية من أهم المسائل التي يتطلب حلها في سوريا. محروقات أدبية جد قوانين